يعني تفتكر ليه في ناس كتير مننا تعرضوا لتجربة أو لعلاقة مؤذية بشكل كبير جدا، وقعدنا كتير جدا ناخد وندي مع نفسنا على ما غادرنا العلاقة دي، وفي ناس مننا لسه مكملين في العلاقة دي. تفتكر ايه اللي بيحصل لنا علشان كده بيخلينا نستحمل ده؟ هل احنا ناس بتحب الإهانة؟ مستحيل. كتير مننا بيقع في الفخ ده، نتعرض لعلاقات مؤذية تاخد من عمرنا سنين، ومع ذلك ما بنعرفش نتجاوزها بسهولة. في الفيديو ده هنتكلم بالتفاصيل شوية ايه اللي بيحصل لمخك وانت جوه علاقة مؤذية، وايه اللي بيخليك ما تعرفش تغادرها بسهولة. بس قبل ما ابدا، انا نرمين هيكل هبقى معاكم ان شاء الله كل خميس بفيديو طويل نتكلم فيه عن امور تخصنا كلنا، اغلبنا تعرضنا لحاجات كتير بتأذينا، نتكلم فيها من الناحية النفسية والناحية التدريبية، وازاي نقدر نتجاوز حاجات كتير ممكن تكون عدت علينا معرفناش نتجاوزها بسبب حاجات كتير جدا، قلة خبراتنا وحاجات كتير هنتكلم فيها مع بعض. بس الأول ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا كل أسبوع إن شاء الله. أول خالص بس تعالى نتكلم بالتفاصيل عن إيه اللي بيحصل لك لما تدخل علاقة مؤذية وما تبقاش عارف تتجاوزها أو تخرج منها بسهولة، ولما تخرج منها بسهولة تجاوزها كمان بيبقى صعب. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده في نمط اسمه الارتباط التكراري. قول لي بقى الارتباط التكراري ايه علاقته بالعلاقات المؤذيه والشخص المؤذي في حياتك؟ مشكله الشخص المؤذي في حياتك انه اوقات بيديك دفعه حنان على غفله كده، تلاقيه بيطبطب عليك في وسط خناقه مثلا، قال لك كلمه لطيفه كده في وسط ما هو بيعنفك. المشكله ان المخ بيعتبر ان ده حافز ظهر على غفله، فبيفرز الدوبامين بشكل عشوائي، وعشوائية إفراز الدوبامين ده بيخليك أشبه بالمدمنين، طول الوقت مستني المكافأة اللي هتصدر في وسط الألم ده. المشكلة إن المخ بيصنف الشخص المؤذي ده كشخص مثير، مستني منه دايما المكافأة والحافز، وده بيعلقك بيه للأسف أكتر. والمشكلة إن ميكانيزم الإدمان ده بيخليك طول الوقت بتراهن على فرصة ترجع فيها اللحظة الحلوة. والمشكلة الأكبر إن ده بيبقى أصعب أنواع الانفصال، لأنه بيبقى فيه حاجة شبه الإدمان السلوكي، طول الوقت انت قاعد مستني الفرصة اللي هيرتفع فيها الدوبامين، والفرصة اللي هتلاقي فيها اللحظة الحلوة اللي تعوضك عن الحاجات الكتيرة الوحشة اللي انت مريت بيها. المشكلة التانية انك تبقى من وانت صغير تعرضت لإهمال عاطفي او حب مشروط. المشكلة ان طول الوقت لما تكون دي تجربتك، وبما ان احنا متفقين ان الانسان ابن تجربته، هتشوف ان اي حب شبه الحب اللي انت عشته وانت صغير هو ده الحب الطبيعي، واي حب ناضج سليم هو ده اللي مش طبيعي، واحتمال تشوفه مأفور كمان. تالت حاجة ممكن تخليك مكمل في علاقة مؤذية لغاية دلوقتي ومش قادر تشوف ان انت بتتدمر بسبب العلاقة اللي انت مكمل فيها دي، انك اصلا تكون شايف نفسك مش كفاية. في ناس كتير جدا بتشوف ان اي حد بيرتبط بيهم او بيكمل معاهم دي فرصة بالنسبة لهم مش هيعرفوا يعوضوها لو خرجوا بره العلاقة المؤذية دي. وللأسف تحت الضغط ده بيكمل في علاقة تأذيه أكتر وأكتر وأكتر، ويمتد أثرها يمكن لولاده كمان. طيب نفترض جدلا انك قدرت تتخلص من العلاقة المؤذية دي، مشكلة ان اثر العلاقات المؤذية دي ممتد وطويل. لو انت مش واعي انك تقدر تتخلص منها ازاي وتعرف تعمل ايه بعدها علشان خاطر ما يكملش اثرها عليك. الحقيقة ان احنا كتير بنصاب بفقدان الثقة بالنفس، فقدان الثقة بالاخرين، وفقدان الثقة بالعلاقات اصلا. اوقات كتير جدا بنحاول نموت شعورنا عشان نحمي نفسنا من الالم، اوقات كتير جدا بنلاقي نفسنا منعزلين تماما، مش عارفين نتكلم مع حد علشان خاطر ما نفتحش في الجرح اللي هو فعلا ما اتقفلش. لازم تبقى واعي كويس قوي انك لما بتخرج من علاقة غير صحية، علاقة مؤذية اذتك بشكل كبير، هتشتغل على نفسك كتير جدا، وهتقاوم كتير جدا لغاية ما ترجع تستعيد قوتك النفسية. الحقيقة ان العلاقات المؤذية دي اثرها كبير جدا واثرها ممتد، اوقات كتير جدا بتحس ان انت راضي وبتحاول تقنع نفسك ان ده نوع من انواع الرضا انك مكمل في علاقة بتأذيك، لكن الحقيقة ان انت مش فاهم اثرها بيبقى شكله عامل ازاي بعدين. يعني من الاخر بتبقى تعبان جواها، تعبان نفسيا، مدمر صحيا، هرمون التوتر بيزيد، مش عارف تنام طول الوقت، حاسس انك زي الفار في المصيادة، نفسك تخرج مش عارف تخرج ازاي. ولما بتخرج للأسف في توابع للعلاقات المؤذية والمدمرة دي، بس لازم تبقى فاهم انك هتشتغل كتير قوي الفترة فترة ما بعد العلاقة دي. لازم تبقى فاهم ان بقائك في علاقة مؤذية ده مش رضا، بالعكس ده هروب من مواجهة نفسك انك اتأذيت بالقدر الكافي ولازم تغير. والحقيقة ان المخ كسول جدا زي ما اتفقنا، والمخ طول الوقت بيحتال عليك عشان ما تخرجش بره منطقة الأمان اللي هو رسمها لك. وأخيرا أي خطوة هتاخدها في طريق نفسك أو في طريق سلامك النفسي
هتعيد ترميم جزء كبير من الجزء اللي انهار في علاقتك المدمرة. متتخيلش ان دي اخر الدنيا، هي بس الفكرة انك هتتعب شوية على ما تعيد اصلاح ما افسده الاخرون، لكن في الاخر خالص هتوصل باذن الله. في الاخر وثيق بنفسك خيرا، لازم تبقى امين على نفسك، محدش هيتحاسب عنك. عمرك اللي ضيعته في توتر وخناق وعصبية واوقات كتير جدا انفعالات غير محسوبة، صدقني كلنا هنتحاسب عليه. احنا هنتعب شوية صحيح، بس هنتمتع بحياة سليمة صحية احنا نستاهلها. والحقيقة ان محدش في الدنيا يستاهل يعيش تعبان بيتأذي بسبب طرف آخر عنده صراعات، حاجات في الماضي بيطلعها عليك، حاجات إسقاطات، حاجات كتير جدا، تلاعب. وإحنا هنتكلم إن شاء الله في حلقة تانية عن التلاعب. انت تستاهل حياة أحسن من كده، انت تستاهل تعيش كويس، تستاهل تشتغل بعقل كامل واعي، تستاهل تتبسط بولادك، تستاهل تتبسط بكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى، كل النعم اللي ربنا اداها لك. للأسف وقت كبير جدا من اللي بنهدره في العلاقات السامة دي احنا كنا أولى بيه، أولى ان احنا نشتغل واحنا فايقين ومركزين، أولى ان احنا نشتغل على نفسنا، على صحتنا، على أعصابنا. محدش يستاهل أبدا انك تضيع جزء من عمرك ولا جزء من صحتك ولا سلامك النفسي. محدش يستاهل انك تفضل تجري في مكانك ما توصلش لحاجة علشان خاطر ترضي طرف مؤذي أو تبعد عن نفسك الأذى. أنا نرمين هيكل، ودي قناة لحظة وعي. إن شاء الله إن شاء الله هنبقى معاكم كل خميس، ولو عجبكم الفيديو شيروه يمكن حد يستفاد، ولو افتكرت حد يقدر يفيد الفيديو ده اعمله منشن في الكومنتات، وأنا هبقى مبسوطة جدا إن شاء الله لما نتقابل كل خميس. إن شاء الله كل خميس بموضوع جديد، ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها. السلام عليكم.